عرق السوس هو نبتة عشبية شهيرة ومهمة في الطب الطبيعي. تعتبر جذور هذه النبتة ذات أهمية كبيرة في العديد من الثقافات والتقاليد العالمية. سنتعرف في هذا الفيديو على عرق السوس ونستكشف تركيبته النباتية والعديد من المعلومات عن فوائد جذور عرق السوس للصحة والعلاج. فهي تحتوي على مركبات طبيعية قد تساهم في تحسين الهضم وتقوية جهاز المناعة وتخفيف الالتهابات. كما ستكتشفون كيف يمكن أن يساهم عرق السوس في تحسين صحة وجمال البشرة. سنستعرض أيضا كيفية استخدام عرق السوس في روتين العناية بالبشرة اليومية. ستكتشفون العديد من الطرق المختلفة لاستخدامه، بما في ذلك استخدامه كمكون في الأغنية الطبيعية والمرطبات والمستحضرات العلاجية. ستحصلون على نصائح قيمة حول كيفية الحصول على أقصى استفادة من فوائد عرق السوس لبشرتكم. مرحبا بكم في قناة أوريغانو للأعشاب والتوابل وخلطات الطبخ المحلية والعالمية والأعشاب الطبية. نقدم لكم أجود أنواع الأعشاب والتوابل. لدعمنا اعملوا اشتراك القناة وللحصول على منتجاتنا لا تترددوا في التواصل معنا. عرق السوس هو نبات عشبي معمر. يمتاز عرق السوس بمذاقه الحلو ويستخدم كمادة محلية في العديد من الأطعمة والحلوى، وقد استخدم منذ ما يزيد عن 3000 عام في الطب البديل كنبات طبي، نظرا لفوائد عرق السوس الطبية والعلاجية، مثل المساهمة في علاج آلام الكلى والسعال وحرقة المعدة، وفوائد عرق السوس في علاج الإمساك. القيمة الغذائية لعرق السوس: يحتوي عرق السوس على نسبة عالية من الفلافونويدات، ويتعد مصدرا أساسيا لفوائد عرق السوس الطبية نظرا لخصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، كما أنها تعزز من صحة الجهاز المناعي. كما يعد عرق السوس مصدر غني بفيتامين B1 أو الثيامين، وفيتامين B2 أو الريبوفلافين، وفيتامين B3 أو النياسين، وفيتامين E، بالإضافة إلى العديد من المعادن المهمة بما في ذلك الفوسفور والحديد والسيلينيوم والزنك. فوائد عرق السوس: فوائد عرق السوس للمعدة والقولون: يعمل عرق السوس على علاج اضطرابات الجهاز الهضمي. ومن فوائد عرق السوس للمعدة أنه يسرع من شفاء بطانة المعدة في حالات تسمم الطعام وقرحة المعدة والتهابات المعدة، وذلك الاحتواء على مواد ذات خواص مضادة للالتهابات. يخفف من آلام المعدة والغثيان وحرقة المعدة، ويعود السبب في ذلك إلى بعض مركبات الفلافونويد الموجودة في جذر عرق السوس. يساعد في علاج القرحة الهضمية، حيث يساهم مستخلص عرق السوس في قتل البكتيريا الملوية البوابية، أحد أسباب قرحة المعدة. يخفف من أعراض الارتجاع المريئي وحرقة المعدة، وذلك لاحتواء جذور السوس على حمض الجلاستيريتينيك. أما فوائد عرق السوس للقولون فتشمل علاج الإمساك واحتمالية المساهمة في علاج وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون عن طريق تثبيط بعض الإنزيمات المنشطة لنمو الأورام، ولكن ما زال هناك الحاجة إلى مزيد من الأبحاث حول استخدام عرق السوس للوقاية من سرطان القولون. فوائد عرق السوس لعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي: عرق السوس من النباتات التي يوصى بها لعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي، حيث أن من فوائد عرق السوس للصدر ما يلي: التخلص من البلغم، حيث يعمل كطارد للبلغم ويساعد في طرد المخاط والمواد الأخرى من القصبات الهوائية والرئتين. علاج السعال ونزلات البرد والتهابات القصبات الهوائية وبعض أمراض الرئة مثل مرض السل. علاج الربو، حيث يساعد عرق السوس في تقليل الانقباضات في الشعب الهوائية مما يساعد في تخفيف أعراض الربو. الوقاية من التهاب الحلق بعد الجراحة، إذ تساعد الغرغرة بمحلول عرق السوس لمدة دقيقة إلى 15 دقيقة قبل الجراحة في منع أو الحد من شدة التهاب الحلق ما بعد الجراحة لدى المرضى الذين يتم استخدام أنبوب تنفس لام. فوائد عرق السوس لعلاج السرطان: تساعد مادة البوليفينول الموجودة في نبات عرق السوس في تحفيز موت الخلايا المبرمج، وبالتالي فقد يساهم عرق السوس في مكافحة أنواع معينة من السرطان مثل سرطان الثدي. كما قد تساهم العديد من المركبات النباتية التي لها تأثير مضاد للأكسدة ومضادات الالتهابات في إبطاء أو منع نمو الخلايا السرطانية، وخاصة في سرطان الجلد وسرطان القولون وسرطان المستقيم وسرطان البروستاتا. بالإضافة إلى ذلك قد يساعد مستخلص جذر عرق السوس في علاج التهابات الأغشية المخاطية في الفم، والتي كثيرا ما يعاني منها مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي والإشعاعي. فوائد عرق السوس للبشرة: يحتوي جذر عرق السوس على أكثر من 300 مركب، والتي يمتلك العديد منها خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات. لذلك يستخدم مستخلص جذر عرق السوس لعلاج بعض الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والإكزيما. ويسعى العديد من الأشخاص للحصول على بشرة خالية من العيوب كالبقع الداكنة أو الكلف أو آثار الحبوب، فبعض عيوب البشرة تظهر لأسباب هرمونية أو كنتيجة للتعرض لأشعة الشمس دون وضع واقي شمسي أو بسبب الإصابة بأمراض جلدية. وعند البحث عن كريمات أو منتجات تعالج مشاكل الكلف وتساهم في تفتيح البشرة، فإن الهيدروكينون يستخدم بشكل شائع في العديد من المنتجات التي تباع دون وصفة طبية، إذ يثبط من عملية تصنيع الميلانين في الجسم. لكن ماذا إذا وجدنا منتج طبيعي يماثل وظيفة الهيدروكينون؟ وخير مثال على ذلك هو خلاصة عرق السوس الذي له فاعلية في تفتيح البشرة ومحاربة الكلف. وفي هذا الفيديو سنتحدث بمزيد من التفصيل عن آلية عمله وكيفية استخدامه لهذا الغرض. طريقة الاستعمال:
1. تطبيق ماسك عرق السوس والألوفيرا. يتم خلط القليل من مسحوق مستخلص عرق السوس مع ملعقة من هلام الألوفيرا، ثم يتم تطبيق الماسك على الوجه ويترك لفترة وجيزة قبل شطفه بالماء. ثانيا تطبيق ماسك عرق السوس والحليب. يمكن تحصيل فوائد عرق السوس للبشرة من خلال خلط ملعقة من مسحوق عرق السوس مع ملعقتين من الحليب، ثم تطبيق ماسك عرق السوس على البشرة وشطفها بعد أن يجف. 3. شرب شاي عرق السوس. لتحضير شاي عرق السوس في المنزل يتم غلي ربع لتر من الماء، ثم تضاف إلى الماء المغلي ملعقتان من قطع عرق السوس ويتم إنزال المزيج عن النار. يصفى الشاي من قطع عرق السوس بعد 6 دقائق، ثم تضاف ملعقة عسل إلى الشاي. يشرب هذا الشاي دافئا. 4. استخدام مستحضرات تحتوي على عرق السوس. من الممكن تحصيل فوائد عرق السوس للتفتيح المحتملة كذلك من خلال استخدام منتجات تحتوي على خلاصة عرق السوس، وهذه قد تتوفر بعدة هيئات مثل السيرومات والأقنعة الورقية. محاذير الاستعمال: يمنع على المرأة الحامل والمرضع شرب مستخلص عرق السوس. يمنع لأصحاب الضغط المرتفع والقلب. تهيج البشرة أو تحسسها عند استخدام عرق السوس موضعيا على البشرة. فعلى الرغم من أن عرق السوس لا يعد من المكونات التي قد تكون مثيرة للحساسية عموما، إلا أنه أحيانا قد يخلط مع مواد مثيرة للتحسس والتهيج مثل ريتينول. تفاعلات سلبية مع بعض أنواع الأدوية لا سيما عند تناول عرق السوس فمويا، مثل الأدوية الآتية: موانع الحمل الفموية، وأدوية ضغط الدم، ومدرات البول.